بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. تحياتي لكل السادة المطلعين في مجال الدايفنج وعايزين يعرفوا كل جديد. هنبدأ بس اللي قدام حضراتكم ده شكلا شفتوه، وهنقفل عشان تشوفوا من فوق من الكلمات المكتوبة هنفهم إيه الموضوع ده وإيه هو الموضوع ده. طبعا تكنولوجي سيستم يعني التكنولوجيا الحديثة واستخدامها في الديبس في العمق، وده يخص الغواص التجاري. الغواص التجاري النهارده بيتواصل عن طريق سوبرفايزر فوق، عن طريق وايرلس. دي امكانيات حديثه جدا جدا، يمكن انا ما شفتهاش لان انا غواص سياحي، لكن النهارده لما نيجي نتكلم مع حضراتكم على هذا الجهاز السلكي، يتم التواصل عن طريق السوبرفايزر على المركب فوق بينه وبين الغواص اللي تحت. طبعا التندر فوق بيفتح الجهاز ده وبيساعد في عمليات التواصل، لكن عايز نوصل بس هل هذا الجهاز الناس اللي ما عندهاش فكره، بكلم بخاطر الناس ما عندهاش فكره، ماليش ان انا اقول طبعا للناس اللي غواصين التجاري انتوا ابرع مني واقوى وشغلتكم، لكن انا بتكلم اليوم على كيف يتم التواصل مع الغواص تحت، ولادنا اللي في الريكريشن دايفنج اللي هو الغوص الترفيهي او الغوص السياحي بشكل عام. دي التعليمات الموجوده على هذا النظام، والتعليمات اللي قدام حضراتكم دي كيف يتم من خلال طبعا التواصل مع الغواص. هقول لكم التواصل بيتم باتصال سلكي عن طريق هذا الجهاز مع الغواص اللي في العمق تحت. اشوف حضراتكم على خير مع احد المعدات الغوص الاخرى. ان شاء الله نوعدكم المره القادمه ان احنا نشرح الكمبروسور. الكمبروسور دي اداه لشحن تنكات الهواء، ضغطها بهواء ضغط جوي اللي احنا عارفينه 79% نيتروجين و21% اكسجين. المهم نختم حكايه اليوم او اداه اليوم هذا الجهاز للتواصل بالتحدث في الكلام او التوصيل عن طريق التحدث مع الغواص في العمق والسوبرفايزر على المركب من فوق. شكرا لحضراتكم، ونشوفكم ان شاء الله مع اداه قادمه نقدم فيها معلومه لكل الساده المقبلين على الغوص او اللي ما عندهمش معلومه. اما اللي عندهم معلومه انتوا بتكملونا وانتم الاساس، وانا حتى اليوم والغد بقول بتعلم وبنقل لحضراتكم. شكرا، السلام عليكم.